السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبياتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعافية وصحة وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر والرضا لي ولكم ان شاء الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جاي لكم بقى نعمله ايه النهارده؟ سيرب اللي هو بتاع النعناع. طبعا كلنا ما بنستغنوش عن الحاجات الساقعة بتشربوها في الحر وما بنقدروش، فاحلى حاجة تشربيها في الحر النعناع. مفيد وهيرطب عليكي في الحر وجميل جدا. يعني كلنا عارفين ان هو بتشربيه للمغص، بيهدي من القولون ومفيد لحاجات كتير. فهنعمله مع بعض السيرب اللي بيتباع في المحلات، قصدي في الشركات، اللي هو الازازه معرفش وصلت قد ايه دلوقتي، بس كانت اخر مره جايباها كانت بحوالي 60 جنيه. اكيد طبعا السعر تضاعف، فاحنا ليه ما نعملوش في البيت؟ دول 3 حزم او 4، لان انا نضفتهم من النعناع. والنعناع عمل الدنيا دلوقتي الوقت ده بتاعه، الاوان بتاعه يعني. تجيبيه وتعملي سيرم في البيت وتشربي وقت ما تحبي وفي اي وقت. هيبقى حلو جدا، وخاصة انت بتكوني عاملاه وغسلاه ونضيف وعارفة انت عاملاه بايدك كويس. انما بتاع الشركات دي متعرفيش هما بيعملوه ازاي. اول حاجة طبعا غسلته كويس جدا 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 تحت المية. هنحضر بقى الحاجة اللي احنا هنعملها عشانه، اللي هو السكر والمية. هنعمل ايه زي السيرم اللي احنا بنعمله للكنافة والقطايف. هحط 3 كوبايات سكر، عليهم كوباية ونص مية. معايير اهي 3 كوبايات سكر. دي اول كوباية. هعير انا الكمية وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، 3 كوبايات سكر هحط عليهم كوباية ونص مية عشان اعمل السيرم اللي هو هحط فيه النعناع. دي كوباية، دي نص. طبعا هرفعها على النار. بصوا يا حبايبي، حطيت السكر اهو مع المية، مش هقلب، هسيبه لما يغلي وبعد كده هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، هنا انا بعمل النعناع بالعيدان بتاعته، لان العيدان عايزه اقولك الريحه بتاعته رهيبه. يعني العيدان بتديكي النكهه الاقوى. يعني انت بتغليه اهو، العيدان بتاعته جامده، بس لما بتغليه مع الورق بتاع النعناع بيديكي نكهه قويه في النعناع. هتديه طبعا بعد السيرم بتاعنا ما يغلي حوالي كده ربع ساعه، لما تشوفيه تقل شويه عشان تنزلي النعناع معاه يغلي اهو. حاولي بقى تعمليه لو عندك مقص افضل، يعني لان بالسكينه صعب شويه، لان العروق بتاعته جامده اهو. هنجيب المقص ونحاول نقصه. بصوا يا حبايبي، بالمقص طبعا اسهل، لو عندك مقص يعني افضل من اي واحده في ربة منزل بيبقى عندها مقص في البيت للمطبخ، عشان بيسهل علينا بصراحه الحاجه يعني اللي بنعملها اهي. السكينه غلبتني زي ما شفتوا قدامكم، فالمقص هيسعفك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نصلي على الرسول كتير يا جماعة، والله الصلاة على الرسول أي واحدة عندها قرب، متضايقة من حاجة، عايزة حاجة، بتصلي على الرسول بنية إن ربنا ينولك الحاجة اللي انت عايزاها، وربنا بيكرمك والله وينولك كل اللي انت عايزاه بأمر الله طبعا. اهو هنقص اهو النعناع اهو. عايزة اقولك العروق بتاعته بتديله نكهة اكتر كمان قوية. فاحنا اهو قصيته كله اهو. في عايزة تقطفيه زي الملوخية ماشي، وتاخديه خرطتين كده برضو مفيش مشكلة، براحتك خالص. بس هي العيدان بتبقى بتديله كمان نكهة اكتر، يعني اقوى اهي. والنعناع اليومين دول متوفر في السوق، وهتلاقيه بسهولة. هتعملي عندك السيرم، حبيتي مثلا تشربي في اي وقت، عايزة تشربي حاجة ساقعة، بتقومي تعملي النعناع مع الليمون، يعني بصراحة بيبقى طعمه هايل، يعني حلو جدا. طبعا هتعمليه وهتجربيه ان شاء الله، هتعمليه على طول يعني اه. كل حاجة كمان نعملوها في البيت في بيوتنا احسن
على الاقل بنبقى عارفين الحاجه نظيفه وانت اللي عاملاها بايدك. عفوا عندي برد. بصوا يا حبايبي اهي غلي اهو. هنحط ايه بقى؟ مادة حافظة. لو عندك ملح ليمون تحطي نص معلقة بقى ملح ليمون كمادة حافظة. ما عندكيش ممكن تحطي ليمون، يعني مش لازم يعني ملح ليمون، حطي ليمون بس. ليمون هتودي بالغرض يعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي اهو نص معلقة ملح ليمون اهو. ده مادة حافظة عشان ايه ما يحصلوش اي حاجة ويقعد معاكي لحد اخر كوباية تشربيها. هننزل بايه بقى بعد كده؟ شيل الريم ده بس اللي في الوش ده، وهننزل بالنعناع اهو اللي احنا عملناه. هنخليه يغلي بتاع ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الريحه رهيبه، يعني ريحه جميله جدا. هنخليه يغلي ربع ساعه مع السيرم ده اللي احنا عاملينه اهو. هنغطي عليه ونسيبه يغلي ربع ساعه بس. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي خليته يغلي اهو ربع ساعه اهو اهو، شايفين؟ عايزه اقول لكم يعني بقى جميل اهو، وعايزه اقول الريحه فظيعه حلوه قوي يعني. بصوا طبعا هاخده اصفيه معاكم. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا حبايبي اهو صفيه قدامكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك وانت بتنزليه عشان ايه لا قدر الله ما تتلسعيش، عشان ربنا يعافينا واياكم من النار وعذابها ولسعة اي حاجه. يعني عايزه اقول لك اللسع ربنا يعافينا، مش هقول الا كده بس اهو. صفيه بقى كده. ريحه رهيبه يعني، ريحه النعناع جميله جدا يا جماعه. صفيه كده اهو. هصفيه واعمله مرة تانية عشان لو في اي شوائب ولا حاجة تنزل. هصفيه مرة تانية وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي هصفيه مرة تانية قدامكم عشان ايه ما يكون في اي شوائب ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما عنديش شاشة للاسف، لكن انت لو عندك شاشة ممكن تصفيه تاني بالشاشة اهو، عشان ايه ما ينزلش اي حاجة شوائب او اي حاجة. هناخده بقى ايه على النار ونحط فيه ايه بقى؟ لون الطعام ده، اللون طعام اهي. تتباع في اي سوبر ماركت او تتباع في اي مكان اللي هو بتاع الحلويات اللي هم بتوع الكحك والحاجات دي، هتلاقيه في اي مكان بيتباع. يلا ناخده بينا على النار، يلا بينا. بصوا يا حبايبي السيرم اهو حطيته في دورق عندي اهو. طبعا تقل، هو لسه دافي بس يعني تقل، وكل ما هيقعد هيتقل اكتر. على ما احضر ازازه غسلتها طبعا بصفيها من الميه. هنعمل مع بعض اهو عصير نعناع بالليمون. هنحط بصوا ادي الليمون اهو مقطعاه طرنشات. نحط شويه سيرم تحت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عايزه اقول لكم كل ما بتسيبيه كل ما بيبقى احلى، بيتقل. في تلج اهو، مكعبات تلج هكسرها بهدى كده شويه اهو. كسرها في كيس كده، اكسرها عشان احط مش بحالها كده كبيره، لا هكسرها شويه اهو. بس انت عندك اي حاجه بقى تكسري بيها اوكي. انا هكسر اللي عندي هي بايد سكينه كده، لان ما عنديش اللي هو الهون اللي بيكسر كده. هكسر وارجع لكم تاني.
بصوا يا حبايبي، كسرت التلج اهو، حط شويه هنا اهو، كده اهو، هنا شويه وهنا شويه اهو. حط شرايح الليمون اهو، شايفين. عندك بقى اي حاجه، اي مشروب عندك في البيت، سيفن، سبرايت، اي حاجه في البيت حطيها، ما عندكيش حطي ميه اهو. نفتح احنا ونحط كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سبيروس باتس، للاسف بندور عليها في السوق مش بنلاقيها اهو. عايزه اقول لكم يعني المشروب في منتهى الجمال اهو. بصوا حبايبي اهو، عملنا اهو العصير قدامكم اهو اهو. الاورنج بقى بالنعناع اهو. كده في النعناع ده كمان، النعناع لما بتحطيه كده مع الليمون مع الحاجة الساقعة بيخلي طعمه يروح في حتة تانية خالص خالص اهو. حاجة جميلة ونضيفة وضمناها في بيتك، وأولادك هيحبوها إن شاء الله اهو. جربي الطريقة، ولو عجبتك متنسيش في دعوة حلوة وشير ولايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.